عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جبت لكم هذه لاغوب اللي راكم تشوفوا فيها هنا. لافيست ما نديرها لكم في فيديو اخر. ان شاء الله اليوم ندير لكم لاغوب، يعني كاشكير البنات 4 5 سنوات. بعد نزيد لكم لافيست تاعها كوبي. وهنا نجيبو الساتان تاعنا، يعني اي نوع من الساتان. عندي هذه جوهرة، نوعية تاعها ساتان جوهرة، يعني دير تقريبا 60,000 65,000. المهم اي نوع من الساتان تقدروا تخدموا به هذه لاغوب، يعني ساتا سبانيول ولا ساتا غومي، ساتان ديامو، يعني كاين انواع بزاف تاع الساتا تقدروا تخدموا بها هذه لاغوب. قلت لكم طوينا القماش على 2 ثم طويناه على 4. قلت لكم فيه 1.25 متر. اللي حبت تطولها اكثر تشري 1.5 متر. يعني هذا المقاس قلت لكم 4 و5 سنوات، يعني نقدروا نديروا 1.25 متر تكفينا. طويناها على 2 ثم طويناها على 4 ثم درناها بشكل مثلث كما راكم تشوفوا هكا. طويناها على شكل مثلث. هنا تجينا تنورة شمسية، يعني دائرية ما فيهاش كامل خياطة، تجي كامل مدورة مفتوحة في الوسط. درك تشوفوا الطريقة. واللي يبقى لنا قماش متبقي نفصلوه به القطعة العلوية. هنا هذه تجي عريضة بزاف، يعني متجيش كلوش، تجي صولاي يعني دائرية. نسوي القماش تاعنا كيما راكم تشوفوا. ندو يعني نوريكم واش من يعني مقاس نديرو في الخصر. هنا عندي 60 سنتيم دوران الخصر، زدتلها 4 سنتيمتر. ما تقسمتها على 4، يعني هذيك 64 قسمتها على 4 عطاتني 8 سنتيمتر. هنا هبط 12 سنتيم. حددت النقاط ومن بعد نشوف يعني تجيني 8 ولا ما تجينيش. هنا ما جتني 9. نطلعوا شويه بواحد سنتيمتر، يعني نديروا 11 ونديروا نقطه نهبطوا ب 11 من هذيك، يعني هذاك الارتفاع هذاك تاع القماش. ونبداو نديرو نفس القياس ونعبرو هنايا نلقاو 8 سنتيمتر. هذا هو المقاس اللي رانا محتاجينه. من بعد نديرو هذه الدائرة ونقصو بهذا الشكل، يعني خط ونقصوه بهذا الشكل. يعني هاي قلت لكم 64 قسمتها على 8، ماشي على 4، على 8، لأن القماش هنا رانا مطوي على 8. عندنا 8 قطع. طويناها على 4 ثم زدنا طويناها على شكل مثلث، عطاتنا 8 قطع. الدوران يكون مطوي على 4 تقسموا القماش، يقسموا يعني هذاك دوران الخصر على 4، لكن مطوي على 8، يعني تطووه تقسموه على 8. وهنا الطول اللي لقيناه في القماش نديروه. لقيت مثلا 48 ولا 49 ولا حتى 50. نديرو هذاك الطول ونفوتو كامل هذاك المقاس تاع الطول، نفوتو كامل على هذاك القماش. هذيك يعني الربع دائرة هذه اللي كنت تشوفوا فيها كامل نفوتو عليها بهذاك المقاس اللي لقيناه في الحاشية تاع القماش هكذا. يعني ديروا 52 ولا 51، يعني تجيكم عايبة. حاولوا باش ديروا نفس المقاس اللي لقيناه، يعني 48 سنتيمتر. من بعد كامل نحدوا هذاك المقاس ونقصوا بهذا الشكل، تعطينا دائرة بهذا الشكل. شوفوا هنايا كيف خرجت لنا التنورة ما شاء الله، جاية صولاي. الشكل تاعها نهائي. هنايا هذه القطعة لصقوها في الفستان من الفوق مع القطعة العلوية. وهنا نجو نفصلوا القطعة العلوية، نجيبوا هذاك القماش المتبقي بهذا الشكل، يعني واحد نخلوه للخلف وواحد نديروه الأمام. أول حاجة نفصلوا الخلف، تجينا خياطة من الظهر، لأن القماش هنايا يعني مش حنا هو راح يتحكم فينا، مش حنا نتحكموا فيه. ونديرو هنايا شوفوا رانا مشطر قصيتو قماش راه يعني عوج. وهنا نديرو الطول القاب، يعني من الحلب هذيك اللحمة تاع الرقبة إلى الخصر الوسط، ونديرو خط. درنا 25 سنتيمتر. نديرو الرقبة 6 سنتيمتر، يعني هنا يعني في العادي 5.
حتى يعني 5.5. لكن هنا راح نديرو 1 سنتيمتر، نخلو الخياطة هذيك تاع الوسط، و1 سنتيمتر، يعني درت 7. 1 سنتيمتر نخلوها شوية متسعة من الرقبة، بما أنه ما يبانش حنلبسوه مع لافيست، ما يبانش من لافيست. وهنا الكتف درنا تقريبا 8، ونديرو خط مائل بهذا الشكل، نهبطو ب2 سنتيمتر ونديرو خط مائل نحدو العرض تاعنا تاع الصدر، دوران الصدر، ونزيدو 2 سنتيمتر تاع الاتساع. درت يعني 20 سنتيمتر، 18 زدت 2، وهنا هبطنا ب15 سنتيمتر، هي خط الصدر، ونبداو نحدو هذيك حدة الإبط بهذا الشكل، لأنه حنا نفصلو هنا في الخلف، نفصلو في الأمام. وهنا نجو للخصر، وعندنا 16 سنتيمتر، نزيد لها 2 سنتيمتر، تعطينا 18 سنتيمتر. هذا هو المقاس. ومن بعد نطلعو ب2 سنتيمتر ونديرو هذا المنحنى، هيجينا الفستان تاعنا يعني مش طايح في ليكوتي، ونبداو نقصو بهذا الشكل، قماش خفيف، يعني ما نقص يعني قاطع بزاف على القماش. وهذا المقص يحب القماش اللي يكون واقف، يقص فيه خير من القماش الرقيق. هنا فصلنا الخلف تاعنا بهذا الشكل. هنا يجينا الخياطة، نخيطوه هكذا 1 سنتيمتر. تحبوا تنحوا هذيك الحاشية نحوها، يعني ما تكمش لكمش القماش. وهنا نمروا القطعة الأمامية اللي هي كاشكور، خلو القماش هكاك مطوي على 2، ونحط عليه الجزء من هذاك يعني الخلف كما راكم تشوفوا هكذا، طوينا على 2. من بعد هنا نجو ونحدو، نحطو هكا كما راكم تشوفوا، خلو واحد المقاس من الأمام، يعني نخدموه كاشكال، نديرو تقريبا 8 سنتيمتر. هذا هو نحدو هذا الخط. من بعد نحدو كامل هذوك، يعني كما درنا في الخلف نعاودو نرسمو عليه هكذا. وهنا ندخلو بواحد سنتيمتر، 1.5 سنتيمتر من جهة الأمام، باش يعني نميزو الخلف والأمام، بواحد ولا 1.5 ندخلو بها من جهة حدة الإبط. وهنا نجو بخط مائل من هذيك النقطة تاع 8 إلى الفوق. هذا هو الشكل تاع الكاشكر، ساهل ماهل. ونقصو كامل هاك الطباشير اللي حددنا به بهذا الشكل. وهنا كنا فصلنا الخلف والأمام، يبقى لنا التبطين، يعني هنا الفستان بدون أكمام. تحبوا ديروا له الأكمام ديروا له الأكمام، لكن يكون عندكم القماش. أنا ما بقاليش القماش، بما أنه حنديروه مع لافيست كوبي، يعني هذه لاغوب تلبس بزاف مع لي كراكو. تحبوا تبدلوا مديروش سروال، ديروا اون غوب، تقدروا تلبسوا لهم لي غوب يعني وحدهم، تقدروا تلبسوهم مع لافيست لحساب الجو. وهنا لصقوا هذا القطعة هذيك اللي فصلناها مع القطعة العلوية، نكونوا كملنا التفصيل تاع هذو. بقالنا التابطين، فصلوا التابطين تاع الخلف وتاع الأمام. ركزوا معايا هنايا كيفاش نفصلوا التابطين الأمامي. نجيبوا هذيك القطعة الأمامية ونحطوها بهذا الشكل، ونديروه يعني نفصلوه بشكل مائل، يعني كي نجو نخيطوه يعني ما يعني يجي على حساب هذاك الخط المائل اللي راه عندنا تاع الفستان كاشكر هذاك. حاولوا ديروا له التبطين تاعو
هنا تحبوا ديروا له اي قالون ديروا له، لكم على حسب خدمتوه بلافيست ولا حبيتوا تخدموا الفستان وحده، يعني اختاروا اي نوع من القماش، لكن الطريقه هذه هي قلت لهم تلبس 4 5 سنوات. وهنا نبدأ نقص بهذا الشكل المائل، ونفصلنا قطعة واحدة نزيدوا الثانية. نحاولوا نميزوا القماش تاعنا يعني باش يعني هنا ديروا القافة مع القافة. تحبوا تجيبوا هذيك القطعة اللي ما فصلتوش عليها القطعة الثانية فصلوا بها أحسن، تفصلوا بهذيك القطعة اللي قصيناها، يعني نجيبوا الأصل هذا الكاشكير ونحطه هكا على قفاه، يعني وجه مع الوجه، ونحطه كي من هكذا ونبداو نفصلو بهذا الشكل، ونقصو قلتلكم بهذا الشكل. وهنا كملنا تفصيل تاع الجهة الأمامية، بقالنا الخلف. حاولوا باش يعني صحوا هذه القطعة. هنا المقص قلت لكم قماش خفيف بزاف، يعني يحب هذا المقص يحب القماش الواقف، يعني التفصيل يساعدك بزاف، لكن القماش الخفيف يعني يتعبك بزاف لأنه يلصق لنا بزاف في هذاك الشعيرات تاع القماش. ها هنا التبطين الأمامي بهذا الشكل هكذا، ونخيطوه مع بعض، نديرو كاشكير نخيطوه مع بعض. نجو لهنا نفصلو التبطين الخلفي، نطوي القماش على 2 بهذا الشكل على قفاه، ونحطو هذيك القطعة واحدة تاع الخلف، نخلو 1 سنتيمتر للخياطة بهذا الشكل، ونبداو نقصو هذاك الخط المائل، ونكونو فصلنا التبطين الخلفي. بقالنا غير طريقة الخياطة، نلاقو هذو القطعتين مع بعض تاع الخلف، من بعد نلصقو لهم التبطين الجهة الأمامية كذلك نلصقو لها التبطين ونديرو لها السورجي، ونرجع لكم تشوفوها كيف خيطها. هذه هي شوفوا هنا كيفاش لصقت لها التبطين. هنا خيارة ديروا لها كفة من جهة الإبط حرف الإبط، هذا هو ودرنا له التبطين تاعو. ركبت هذاك القالون على حساب يعني حبيتو ديروه حبيتو ما ديروش لا ديروا أي نوع آخر، أنا درتو على حساب لافيست اللي مازال قلتلكم ما درتلكمش الفيديو تاعها، إن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله نديرلكم لافيست. هذا هو الشكل تاع الروب تاعنا، يبقى لنا برك نلاقو هذا يعني هذا كاشكير بهذا الشكل، من بعد نخيطوه في الجوانب ونرجع لكم كيفاش نركبوه. اللي وصلت لهنايا وما درتش لايك ديري لي لايك وبارطاجوا لي الفيديو مع حبابكم اصدقائكم. هذه هي ولصقوا قلت لكم هذا البلال، يعني هذه القطعه اللي فصلناها من فصلناها في الاول، نلصقوها بهذا الشكل بعد ما نكونوا خيطنا لي كوتي يعني في زوج، من بعد نديروا لها كفه ندير لها سورجي، من بعد ندير لها كفه خفيفه، واللي ما عندهاش سورجي ديري كفه صغيره يعني نصف سنتيم كامل دوري عليها، من بعد عاودي ثاني قلبي نصف سنتيمتر وعاودي كامل ديريها سورته، يعني تحصلي على كفه مش فيش اعوجاج. هذا هو الشكل بعد ما لاقيته، يعني جاتني واحد البليه هنا ولا هنا، يعني شويه ماشي بزاف، جاتني شويه
الخس يعني تكسّل وعطاني شوية هاذوك الكشكاشات، ماشي بزاف، ما يهموش. المهم لصّقت الفوق، يعني القطعة العلوية مع السفلية بهذا الشكل، جاوني ثاني لي بلي من الخلف شوية. هذه هي، ودرت لها يعني خرصة من الجهتين كما راكم تشوفوا. هذه هي الخرصة باش نركب فيها الكرد، يعني خيطت قطعة قماش ودرتها في ليكوتي. هذه هي، هنا نكونوا يعني كملنا الكندورة تاعنا هذه، ولا الفستان تاعنا، لاغوب ولا لاغوب. هذا هو الشكل النهائي، يعني خرجت تحفة. حبيتوا تخيطوها، يعني خيطوها بكل سهولة لبناتكم. إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستوعبتوا، وما تنسونيش بدعواتكم، ما تنسونيش باللي لايك والبارتاج والتعليق حلو من عندكم. والسلام عليكم.